السلام عليكم، كنتمنى كلشي يكون بخير. اليوم جينا لكم فيديو جديد ان شاء الله. كما كتشوفوا طقبنا من بعد ما كربناها ان شاء الله غادي نديروا فيها حبوب ديال الجلبانه. انا خدمتها بهذه الطريقه، كندير طقاب بالطريقه هذه. الا واش كيدير لها كاين اللي كيرشها بحال كيزرع فيها ولا الشعير. انا درت لها هذه الخدمه هذه بحال هكا باش ما تجينيش مشتته ونعرف اش كندير باش تخشاتها في الارض، باش تعطي الجذور في الارض. كما كتلاحظوا هذه البصله هذه كنت زرعتها العام اللي فات، وعاودت دابا راه كاين شي حاجه ديال البصله، ولكن راه قديمه ديال العام اللي فات. بقى داكشي اللي بقى في النقله ديالها راه بقى هنايا حتى عاودنا هذا العام تبارك الله. كما كتشوفوا الارض راه فيها تبارك الله، راه واخا كاين هاد البلاصه راه ما كتشوفش الماء بزاف، رغم ان كاين حتى هاد الحيط هذا كيمنع عليها الشتاء يعني توصل كامله. كندير هاد الخدمه هادي الارض كامله كنطقبها بحك باش نزرع البذور، نزرعها على حساب وحده وحده في الثقبه. منها كتجي البذره داخله في الارض، وحتى الجذور كتعطيهم مزيان. المهم خليكم معنا حتى نكملوا. شوف كي جات راه غنزرع هذيك الجهه وبقى واحد الجهه اخرى ثاني البور كبيره. المهم خليكم معنا نمشيو اطار اطار ان شاء الله. المهم دابا الجلبانه من بعد ما خديتها راه درت هذه في هادشي اللي غنزرع. خديت واحد الكميه قليله اللي غنزرع بها، درتها في الماء باش تطلق واحد شويه. وهذه راه باقا هنايا باقا كامله. هذه هي الجلبانه اللي خديت، راه متوفره بكميه كبيره في السوق، يعني اللي بغا راه كاين في السوق. نبداو دابا على بركه الله في الزرع ديالها. كديروا لها الطريقه هذه على حسب، كاين اللي كيدير جوج في الطقبه، ولا كيدير ثلاثه ولا وحده، على حسب. حنا غادي نحاولوا نديروا جوج. بسم الله، جوج، وحده جوج، ماشي مشكل. المهم تكون مزروعه مزيان وداخله في الارض مزيان. دابا غنزرعها حتى من بعد، وغادي نضرب لها واحد الشطيبه بالشطابه ديال او العتله. كديروا لها الطريقه هذه، كنمشيو بالتسلسل باش ما نساوش حتى شي حاجه. راه كاين شويه البرد تبارك الله، كاين الريح والجو شاتي. المهم كله يقول لنا في المنطقه اللي ساكن فيها واش كاين شي شتاء، كاين شي برد. المهم خليكم معنا حتى نكملوا. كما كتشوفوا واخا كيجيونا بعض البذور كيجيونا على برا، ولكن ماشي مشكل، حيت راه دابا ملي غادي نكملوا غادي نديروا ان شاء الله العتله او الراطو. نديروا الكراط ديك الساعه هو اللي غادي تولي التراب الفوق، وديك الساعه تولي الحبوب تحت. شوف هاد الطريقه هذه راه كتبغي شويه الخدمه، ولكن
راه ملي كتنوض تبارك الله ثاني راه كتنسى هاد التمارين اللي ضربتي عليها. وراه الاهميه لان الحاجه تصدق وتشوفها نايضه واخا ما تعطيكش. المهم تكون بعدا درتي واحد النتيجه وحركتي راسك، درتي واحد المجهود. دابا من بعد ما سالينا الزريع ديال الجلبانه ديالنا كنشدو راطو بحال هذا او مشطه، كل واش كيقول لها. حنا كنقول لها مشطه، كتبدا ديك الساعه كتجر بهاد الطريقه. الطريقه الاولى بيه باش البذور اللي بقات الفوق تشدد، ما تجيش في بلاصه مجموعه في بلاصه وحده. الى هاد الخدمه هادي الحق المهم راه خدام بليد وشاد التليفون بليد، ما كاينش اللي يشد ليا التليفون، خدام راسي. المهم خليكم معايا تنكمل وغنشارك معكم كلشي ان شاء الله. دابا من بعد ما كملت الارض، كملتها في التكربيل وكملتها في المشيط، واخا كيبقاو واحد الحبوب هكا كيبقاو باينين، بحال كتدفعهم شويه بيدك شي ما كيبقى. الحبوب اللي كيبقاو باينين تدفعهم شويه في الارض. كتحس بواحد الشعور زوين ثاني ملي كتمس التراب. سبحان الله، قال لك منا خلقناكم وإليه نعيدكم. سبحان الله، التراب شي حاجه عظيمه عند ربي. صافي هذوك الحبوب اللي بقات باينه راه عاودنا دفعناهم في الارض. هي جلبانه باحسن نبقى بحال هكا، حيت دابا غتصب السنه ما غنسقيها ما والو، حيت الجو شاتي والارض سبحان الله شابعه ما، يعني ما كاينش لاش نعاود نسقيها. ومن الاحسن تسقى بالماء ديال الشتا، هو الاحسن. كتشوف التراب راه زوينه ديال الزريع، يعني التراب كي دايره. هذه هي التراب اللي كتمتاز بها منطقه حمر او القنتور، تراب كحله. يلا خليكم معنا. السلام عليكم، احنا ثاني رانا نكملوا معكم. دابا من بعد ما كملنا ديك القضيه ديال التقيب، هنا درنا الطريقه التقليديه. هنا درنا الفاس، كنجروا خط بحال المحرات، كنلوحوا البذور ديالنا. انتما كي كتشربوا كيجيكم البذور داخل تما. هذيك القضيه ديال التقيب غتاخذ لنا الوقت، خاصك تقريبا نهار كامل. يلا تكملها. المهم بهذه الطريقه، هذه الجهه هذه حيت كضرب فيها الشمس، حاولنا نركزوا عليها ونضربوا فيها اكبر كميه من البذور. ودرنا لها الطريقه هذه، درنا لها المحراث وكما كتشوفوا هنا، لكن نتوما جاريين بالمشطه. كتقلب على التراب وصافي وكتبقى غادي. المهم خليكم معنا تنكملوا ان شاء الله.
صافي. وكنبقاو دابا بحال كنديروا بالماش ديالنا بحال بهاد الطريقه هذه، كنمشيو بها بحال بشويه بشويه. راه كاين اللي كيدير حتى بحال هاد الماش كاع كيبقى يضرب في الارض بحال كيقلب الارض، ولكن حنا كنحاولوا نخدموا به بحال هكا، حيت على حسب البذور اللي تكون النوعيه اللي زارع، باش تبقى التراب ديما فوق الحبوب، وعمر الحبوب تكون الفوق. صافي هاد البلاصه راه كملناها، دابا ننتقلوا لبلاصه اخرى ان شاء الله. المهم كما كتشوفوا دابا دزنا للجهه الاخرى، كنحيدوا من هاد الاوراق الضاره. راه جمعنا هاد الكميه، قربوا نمشيو هذا طاحوا من فصل الخريف هذا، راه كنجمعوا ولكن باقي الورق كيطيح. هاد الشهديه راه كتبقى طيح دابا، هي ولا ديك الخوخه. صافي نكملوا هذا القدر هذا، ودابا ان شاء الله غنديروا الفاس. غنبداو من هاد الجهه ان شاء الله، كنضربوا بالفاس بحال وكنتم جايين غاديين بحال هكا باش نلقاو فين نديروا البذور ديالنا. نديروا 2 خطوط ولا 3 في الصف، وقاسين كما كتشوفوا. درنا 2 خطوط هنايا، غادي نمشيو بهم على الطول ديال هاد المساحه. البلاصه كبيره شويه، ولكن غادي نحاولوا ان شاء الله نمشيو بها دقه دقه تنكملوا. المهم خلوكم معنا تنكملوا، يلا. كتشوفوا الارض تبارك الله شابعه، ما راه كتكون قاصحه في سميتو في التكربيل ديالها. شنو داك البسباس؟ دار بسباس هذا. الريحه ديالو تبارك الله كي دايره. هذا هو النافع اللي كيقول لي النافع، كيدير البذور ديال النافع. المهم خلونا نكملوا معكم، يلا. المهم دابا كما كتشوفوا دابا درنا الطريقه البلديه، درنا طريقه المحرات، مشينا بها وزرعنا البذور بحال هذا الشكل هذا. من البذور بهذا الشكل راه كتبان الحبوب تبارك الله. المهم دابا غندوز ليها المشطه، وكنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونشوفكم فيديو اخر ان شاء الله. ولا عجبكم الفيديو ما تنخلوش هنا باشتراك وبارطاجيو باش يوصل الفيديو باش نكملوا. يعني راه ما حنا ما هدف ديالنا الربح ولا ديال شي حاجه، حنا الحاجه كنديروها كنشاركوها معكم، هدف التعليم ونستافدوا وتفيدونا نتوما الا كانت شي معلومه. والسلام عليكم.